انا قدمت على الشنجن واخدت الرفض رقم 8. يا ترى ده معناه ايه؟ ده الرفض اللي معناه انك اخترت الدوله الغلط. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من سين وجيم مع منفيس، وحلقه النهارده عن رفض الشنجن رقم 8. معناه ايه وازاي نتجنبه؟ معناه انك قدمت على سفاره مش من حقك التقديم عليها. ده اصلا بيحصل ليه؟ رقم 1، قدمت على دوله مش هتقعد فيها اكتر وقت. مثال على كده انك تكون مثلا قدمت من فرنسا ولكن خط سيرك كله في المانيا. السفاره في الوقت ده بتقول لك قدم من المانيا مش من عندنا. تاني نقطه ان وجهه الدخول تكون مش السفاره اللي انت قدمت عليها. يعني لو حاجز رحله على ايطاليا وقدمت على سفاره اسبانيا ده بيساوي رفض مباشر. رقم 3، خط سير غير منطقي، زي مثلا انك تكون حاجز 9 ليالي في فرنسا وليله واحده في هولندا ولكن مقدم من سفاره هولندا. السفاره في الوقت ده بتشوف ان في تضارب. رقم 4، حجز فندق او طيران بيدل انك رايح لبلد غير اللي انت مقدم عليها. سفارات الشنجن بتراجع على كل حاجه، بتراجع على العنوان والتواريخ والدوله وخط السير، ولما يلاقوا ان كل الرحله لدوله غير اللي انت مقدم عليها بيرفضوك. ازاي نصلحه؟ قدم من الدوله الرئيسيه لرحلتك اللي هتقعد فيها اكتر عدد ايام، وخلي خط السير والفندق والطيران متطابقين بنسبه 100%. ولو اول دخولك لدوله معينه قدم منها، بلاش نظام ارخص سفاره او اسهل سفاره، لان ده سبب رفض معروف. يعني الخلاصه، رفض رقم 8 معناه انك قدمت غلط، ومش معناه ان ورقك وحش. واسال وافهم وسافر مع منفيس.